من الحلويات الإيطالية جدا مشهورة الباناكوتا، رح أعملها بصوص الفراولة يا جماعة. الطعم جد بشهي، قوامها والغلطة. تعالوا أورجيكم يا كيف رح جماعة أعملها. قصة. أول خطوة هون رح أعملها، رح أحضر الفراولة. رح نحتاج كوب من السكر، واستخدمتهم سكر شعبان. نزلته على 3 أكواب من الفراولة ورح أخليهم على جنب تقريبا مدة ربع ساعة. هلا هون رح أحضر للطبق الأولى. رح نحتاج 750 مل من كريمة الحلويات، 250 مل من الحليب السائل، نصف كوب من السكر شعبان، بالإضافة لملعقة صغيرة من الفانيلا البودرة. للجلاتين هون رح نحتاج ملعقتين كبار من الجلاتين، بالإضافة لنصف كوب من المي الباردة. جلاتين بعد ما شرب عندي المي، شوفوا لي قوامه كيف بيكون عندي. هلا هون رح أدخل الجلاتين الميكروويف تقريبا مدة 30 ثانية حتى يصير عندي سائل، ورح أنزله فوق الكريمة مثل الخيط. طبعا هون أنا الكريمة تركتها تسخن بس، وبعدين حطيتها في أكواب التقديم حتى تربع الكوب. بالنسبة للفراولة هون رح أنزلها في الطنجرة، ورح أبلش هون أحضر للنشا. للوصفة رح نحتاج 3 ملاعق كبار من النشا. كل كوب فراولة بحط له ملعقة كبيرة من النشا، وأكيد لما تيجي تذوبوا النشا بتذوبوه بمي باردة. نزلت هون كوب من المي الباردة، ذوبت النشا كثير منيح ونزلته فوق الفراولة، وتركته تقريبا مدة 5 دقائق حتى يستوي. بعدين هون رح أهرس الفراولة. حطيت ملون طعام اختياري نقطة صغيرة حتى تعطي هيك لون حلو للفراولة، وبعديها تركتها تبرد تماما وحطيتها فوق الطبقة الأولى. الطبقة الأولى دخلت الثلاجة تقريبا مدة 6 ساعات حتى جمدت عندي، والأفضل تتركوها ليلة كاملة. الطعم يا جماعة ولا غلطة. هالوصفة من الوصفات اللي لازم تجربوها، جد طلعت بالصحة. السلام، النعومة قصة.